مش رئيس سنغافوره كان قاعد مع رئيس السيسي من يومين؟ اقول لك على حاجه، من 60 سنه بس سنغافوره ديت كانت عباره عن دوله كلها مستنقعات، لا عندهم بترول ولا غاز ولا ميه حتى يشربوها، ما كانش عندهم بنيه تحتيه اصلا، ولا كان عندهم تعليم، ولا كانوا لاقيين الاكل اللي بياكلوه. كان 99% من الشعب تقريبا ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. رئيس الحكومه بتاعهم كان بيطلع يعيط في الاعلام بسبب حال الدوله المتردي. نفس رئيس الدوله دوت خلى سنغافوره دلوقتي من اغنى دول العالم، والناس اللي عايشه فيها بياخدوا اعلى مرتبات في العالم، عندهم افضل نظام تعليم في العالم، عندهم افضل نظام صحي في العالم، عندهم افضل بنيه تحتيه في العالم، بسبب اهتمام رئيسهم بالصناعه والزراعه والنظام والانضباط، والشعب مشي معاه على هذا المنطق. نسبه الاميه دلوقتي في سنغافوره هي 0%، 100% من الشعب متعلم، وطلابها دايما من المراكز الاولى عالميا. يا باشا خلي بالك، انا بقول لك من 60 سنه سنغافوره دي كانت عباره عن مستنقعات. طب شايف الصين دلوقتي ومجدها وعزها وقدرتها الاقتصاديه وتقدمها التكنولوجي؟ برضه من نفس المده كانت الصين فيها مجاعه مات فيها اكتر من 45 مليون بني ادم. الامبراطور بتاعهم كان بيطلع يقول ماليش دعوه، كله في بعض، حرفيا كانوا بياكلوا في بعض. ويقال ان الصينيين بياكلوا اي حاجه دلوقتي بسبب المجاعه دي. طبعا مش هكلمك الصين دلوقتي ايه، اكيد كلنا عارفين، وده بسبب نظام الشعب واحترام القوانين واراده دوله قويه. وده اللي بيعمله الرئيس السيسي دلوقتي، وكتير من الناس مش عاجبهم. الرئيس السيسي اول ما بدا بالبنيه التحتيه اللي ما كانتش موجوده اصلا في مصر، وما كانش في اي رئيس قبليه كان بيهتم بيها. البنيه التحتيه اللي بتبني عليها كل حاجه تخص الدوله، تعليم وصناعه وزراعه وتجاره وكل شيء. بس للاسف احنا عندنا ناس ما بتشوفش غير بطنها بس. الدول اللي انا بكلمك عليها دي عاشت مجاعات عشان تبقى دوله متقدمه دلوقتي. الحمد لله رب العالمين كلنا بناكل وبنشرب، وفي نفس الوقت شغالين باقل الموارد، وباذن الله في يوم من الايام هنوصل ليهم.